هم يعملون على أن يشوهوا تاريخ مصر. هم يعملون على محو الحقيقة، ولكن التاريخ الحقيقي لن يمحوه مثل هؤلاء. فتاريخ مصر مكتوب على نيلها وأرضها وجدران معابدها ومقابرها، فهي أساس الطب والعلم والهندسة والفن وعلوم الحياة. مصر مقبرة الغزاة. الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ، وحلقتنا اليوم عن رجل عظيم عاش في نهاية الأسرة الثالثة وبداية الأسرة الرابعة. إنه ليس بملك، ولكنه كان طبيبا ومهندسا ووزيرا ومسؤولا عن مصر من الناحية الاقتصادية في هذه الفترة، وهو من أعظم الشخصيات في التاريخ القديم. إنه الوزير إمحوتب. إمحوتب أحد أعظم الشخصيات في التاريخ القديم، فقد كان طبيبا وحكيما عبقريا. عاش في أيام حكم الملك زوسر في الأسرة الثالثة. ولد إمحوتب في بلدة عنختاوي من ضواحي مدينة منف، وذلك نحو سنة 3000 قبل الميلاد تقريبا. ووالده كانوفر كان مهندسا معماريا، ووالدته السيدة خردوعنخ. تزوج إمحوتب من رنبنوفرت، والتي أنجبت له ولدا أسماه رعحوتب، والذي صار بعد ذلك مهندسا معماريا مرموقا. عاش إمحوتب حياة قصيرة، فيقال أنه رحل قبل سن 40 من عمره، ولكنه أثر تأثيرا كبيرا في كل التاريخ القديم. كان مقربا من الملك زوسر، وشغل مناصب عديدة، منها وزيرا في عهد الملك زوسر، طبيبا وهو مؤسس علم الطب وعلم الأدوية والأمراض في العالم، مهندسا معماريا هو من صمم وبنى هرم زوسر، حكيما وكاتبا وله عدة قصص روائية، رئيسا للكهنة وكبيرا للمرتلين، وفلكي هو من وضع أول تقويم فلكي في التاريخ. وكانت عبقرية إمحوتب تتجلى في جميع المجالات، ولكنه برع جدا في مجال الطب، واشتهر شهرة عالمية لدرجة أن المرضى من كل أنحاء العالم كانوا يأتون إلى معبده وينامون ليال حتى يأتي ليعالجهم ويشفيهم. واعتبره العلماء المنشئ العبقري لعلم الطب، وإنه الإله الرمزي لعلم الشفاء، فهو الأجدر بلقب عميد الطب. ومن الألقاب التي حملها إمحوتب الوزير كبير القضاة، والمشرف على سجلات الملك، وحامل الخاتم الملكي، رئيس كل أعمال الملك، المشرف على ما تأتي به السماء وما يخرج من الأرض وما يجلبه النيل، والمشرف على كل شيء في كل البلاد، الطبيب المهندس
كبير الكهنة، أي الذين يقيمون شعائر دينية، الحكيم والكاتب الفلكي، مستشار ملك مصر، مدير البيت الكبير، النبيل بالوراثة، كبير كهنة ينو، هليوبوليس إمحوتب. وهناك حادثة جديرة بالاهتمام تتعلق بوزارة إمحوتب في عهد الملك زوسر، مسجلة على ما يعرف باسم لوحة المجاعة بجزيرة سهيل، وهي نص أعيد تدوينه في العصر البطلمي لقصة تعود إلى عصر الملك زوسر من الأسرة الثالثة بالدولة القديمة. تصف القصة فترة من المجاعة حدثت بمصر بسبب قصور النيل لمدة 7 سنوات متعاقبات في الوصول إلى مستوى فيضان المعتاد، وقد عزيت الجماعة إلى إهمال الملك في تقديم وجبات التقديس والتبجيل لخنوم رب الشلال الأول وأحد النطرون، الكائنات الإلهية الرئيسية التي تتحكم في منابع النيل. وامتلأ الملك زوسر بالغم والهم لهذه الكارثة التي حاقت بالبلاد، وطلب العون من وزيره إمحوتب، وسأله عن المكان الذي يولد فيه النيل والكائنات الإلهية التي تتحكم فيه. فجاءه الوزير إمحوتب وأطلعه على العجائب الخفية التي لم يعرفها ملك من قبله، وكان أن نصحه ببناء معبد لخنوم بالقرب من الشلال الأول. وعلى الفور أمر الملك زوسر بتشييد معبد خنوم بالنوبة وقام بزيارته، واستجاب خنوم لرجاء الملك، فظهر له في الحلم ووعده بأن النيل سوف يرتفع ولن يهبط مرة أخرى. وقصة المجاعة هذه تلقي الضوء على العلاقات السارة التي كانت قائمة بوضوح بين الوزير إمحوتب ومليكه زوسر، ويبدو واضحا أن إمحوتب كان يحظى بثقة ملكه زوسر، ولسنا نشك أيضا في أنه كان محبوبا من الشعب الذي كان يسعى لتحقيق رفاهيته بكل إخلاص. نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة البوبسطيون بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة. وأوضح العلماء أن الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثال من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة، منها أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، وحتحور، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إمحوتب بدون رأس غاية في الدقة والجمال. إمحوتب اختفى بشكل غامض. هل تفلح محاولات العثور على المهندس المعجزة إمحوتب؟ حين شرع إمحوتب في بناء هرم زوسر، وقع اختياره على ربوط عالية متسعة، ونحت في الكتلة الصخرية على عمق 28 قدما من سطح الأرض غرفة تضم جثة الملك
ثم كسى حوائطها بالجرانيت الأسود، وأقام بجانبها غرفا أخرى وممرات لتوضع فيها المعدات اللازمة للملك، وهي ممرات تتصل ببعضها البعض بنفق تصل مساحته 32 قدما مربعا يهبط الإنسان إليه بدرج حجري. كما أقام المصطبة الأولى وهي ترتفع عن سطح الأرض ب8 أمتار، أي بطول 413 قدما. وكانت هذه المصطبة هي اللبنة الأولى التي وضعت في سقارة. ويؤكد الأثريون أن المهندس إمحوتب وجد أن القبر ضائع بين الصخور حين انتهى من المصطبة الأولى، لذلك قام بوضع مصطبة أخرى دونها في الحجر، وظل يتبع مصطبة تلو الأخرى حتى بلغت نحو 6 مصاطب، فظهرت المصاطب على شكل هرمي مدرج. مع العلم أن المصريين على مر العصور يفتخرون بمهارة إمحوتب في الطب والأدب والكتابة. وفي مجال الطب عثر له على بردية طبية تعرف حاليا باسم بردية سميث الطبية نسبة لمالكها، تحتوي على دراساتها في التشريح وأعراض أمراض وطرق للعلاج، ومن ضمنها علاج الكسور. تاريخ إمحوتب غامض من حيث ظهوره واختفائه، فعلى الرغم من الإبداع الفني الذي أحدثه في العمارة واكتشافاته الطبية العديدة، نجده يختفي بشكل غريب وغامض جدا من التاريخ، بحيث لم يعد يذكر أي شيء عنه وكأنه لم يكن موجودا من قبل. ومما يثير الاستغراب أكثر هو اختفاء مقبرته. ومن ألغازه أن معنى اسم إمحوتب يثير الغموض أيضا، ويصبح لغزا يضاف لهذه الشخصية. فمعنى اسمه في اللغة المصرية القديمة الذي جاء في سلام، فكأنه جاء وأحدث كل هذا التطور العمراني والطبي وذهب بسلام وهدوء تام. والأدهش أنه وصل إلى تلك المكانة الكبيرة وهو من عامة الشعب، حيث لا يعرف له أي نسل ملكي أو قرابة لأمير أو كاهن. ومن الغرابة أنه لا يوجد له سوى تمثال وحيد معروض في قاعة اللوفر بفرنسا. وأوضح العلماء أنه قد تجنت السينما العالمية على شخصية إمحوتب، حيث تم تسمية البطل الشرير أو المومياء القاتلة في الفيلم باسم إمحوتب في فيلم ذا موميا، حتى ترسخ في وجدان الناس بأنه شخصية شريرة، وهو ما يعد تحقيرا لشخصية إمحوتب الحقيقية ذات الإنجازات المهمة التي لا مثيل لها في التاريخ. هم يريدون أن يشوهوا تاريخنا، هم يريدون تدمير الحقيقة، ولكن الحقيقة منحوتة ومكتوبة في عصر لم يكن فيه كتابة من 7000 سنة. مصر مقبرة الغزاة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم.
وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.